السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض عليك. النهاردة بقى يا حبايب قلبي فيديو بسيط كده ما كترتش عليكم فيه. حبيت بقى اوريكم الحمام اللي انا وريتهولكم قبل كده. كبر وبقى حلو وزي الفل بصراحة، بقى تحفة يعني. ايه رأيكم فيه؟ وهنعمل النهارده صينيه مسقعه بجد بجد تحفه. بصوا البتنجان دهبي وجميل ازاي، بجد ما شاء الله. اهم حاجه تظبطي الاكل، اهم حاجه النفس الجميل في الاكل، الاكل يطلع كده طعمه حلو للي بياكل منه. ولايك بقى واشتراك يا حبيبه قلبي، ما تنسيش اللايك والاشتراك لدعمك لينا لقناتنا. ونكبر بيكم ان شاء الله. وشكرا على تعليقاتكم الحلوه وكلامكم الجميل. بعد ما طبعا ما قلينا الفلفل وقلينا البدنجان، عملت كده 4 5 فصوص وقطعتهم. وايه دلوقتي بقى ايه بنحمرهم بقى على النار كده، بنشوحهم زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي. هننزل بقى عليهم بالطماطم. لو الطماطم لسه ما جوزتش معاكي حط شويه ميه فوق التومه عشان ما تتحرقش منك. ودلوقتي بقى ايه حطينا بقى الطماطم وبتتسبك زي ما انتم شايفين كده حبايبي. اهم حاجه تتسبك حلو، يبقى فيها سنه بس كده، عايزه سن تبقى مع الباذنجان. ما تنسوناش بقى دعمكم الحلو لينا وقناتنا بقى المتواضعة ان شاء الله هتكبر بيكم باذن الله. هنرص بقى البدنجان بقى يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده. هو فيديو بسيط بس يعني ايه انا حبيت اشارككم فيه، وحبيت يعني احب اعمل لكم فيديوهات دايما. بصوا بقى هنرص بقى البدنجان زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، وهنحط بقى الفلفل الحامي والفلفل البارد. اهم حاجة في الموضوع كله الفلفل الحامي اللي انت بتحطيه، بيطعم المسقعه. بصوا ده اهم حاجه في الموضوع، بيطعم بقى المسقعه بقى وبيبقى تحفه بصراحه. يعني بتبقى حراقه كده وبتبقى ايه طعمها لذيذ جدا وجميل جدا. طبعا بعد ما ترصي كله ايه هزتين كده بالصينيه تلاقي كله دخل في بعضه. ما تعمليش بالمعلقه اي حاجه في المسقعه بالذات عشان ما تتهريش منك. حبيت اشارككم يومي، حبيت اشارككم غدوتي النهارده الجميله المتواضعه. بصوا بقى الطبق المسقعه ده اقسم بالله ما اقولكمش على طعمه وحلاوته وجماله، ما فضلش منه تفتوفه. يا رب الفيديو النهارده بتاعي يكون عجبكم ونال اعجابكم. ولو اول مره تشوفوني فضلا وليس امرا، لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد حبيبه قلبي. اهلا بيكي في قناتي.